اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. تورته النهارده يا بنات اللي انتوا شايفينها دي مقاس 16، مقاس 16 كيك. طبعا انا النهارده اتفاجئت بمفاجاه غريبه جدا، اللي هي ان طبعا الكلاينت اللي طلبت مني التورتايه مش اول تعامل بيني وبينها، لا ده تعامل من سنين، من اول ما اشتغلت، وكمان في نفس الوقت هي يعتبر احنا اصدقاء. اتفاجئت بيها ان هي بتقول لي انا عايزه اقولك على حاجه. قلت لها اتفضلي. قالت لي انا عايزه اقولك ان الكيك بتاعك النهارده المره دي مش احسن حاجه. قلت لها غريبه ليه؟ قالت لي الكيك بتاعك مفتول قوي، و حسيت ان وانا باكله ان هي مفتفته معايا خالص ومتهرده. طبعا انا النهارده مش جايبه تقطيع الكيك ولا الكلام ده كله، انا النهارده اكتفيت ان انا اجيب بس الفينش بتاع التورتايه، عشان انتوا قلتولي قبل كده ما تطوليش علينا الفيديوهات، فللاسف انا ما صورتش النقطه دي. الحقيقه فعلا وانا بقطع الكيك بتاعي انا حسيت ان هو مفتول شويه، او وانا بقطعها ما بتجيش معايا مظبوطه. فقلت جايز عادي، جايز لما هجلسها او هحشيها شانتيه هتكون التورتايه طالعه بشكل حلو او افضل يعني، او مش هتعمل فرق يعني، هتلم الكريمه، هتلم الفتفته اللي هي بتاعه الكيك. يعني أنا هنا جلستها الاول، يعني اديتها وش كده الاول، وده في اغلب الحالات يعني ما بعملش كده، انا على طول بجلس على طول زي ما انتوا عارفين شغلي. بس النهارده انا قلت لا، انا انا هدخلها هديها وش كده الاول عشان حاسه ان هي مفتوله شويه، وادخلها التلاجة وبعد كده طلعتها علشان اجلسها زي ما انتوا شايفين. انا في دماغي يا بنات ان انا خلاص هي الكيك هتبقى تمام، يعني هتبقى متماسكه. انا مش في دماغي خالص ان هيجيني منها رساله ان هي زعلانه. انا طبعا يعني انا مش مش مجبره ان انا اقول لكم حاجه زي كده، او ان انا طبعا لازم ان انا ابين لكم الصوره الحلوه اللي طبعا كل شغلي حلو والبروفيشن بتاعي تحفه وكل حاجه عندي تمام. بس طبعا زي ما في ايجابيات في سلبيات، فانا حبيت ان انا اعرفكم ان ده طبعا سوء تخزين الدقيق. يعني المحل اللي انا جايبه منه الدقيق طلع عنده سوء استخدام الدقيق، هو مخزنه في مكان رطب، او مخزنه ما اعرفش حطت الشكاير بتاعته على الارض او ايه، ما علينا. فانا قلت جايز ده بس في الشوكولاته. انا طبعا جايبه الدقيق فانيليا، وبعد ما بضربه خالص بحط عليه معلقه الكاكاو البودر عشان يديني نتيجه ان هو يكون بالشوكولاته. المهم يا بنات فطبعا انا بقيت الكميه الدقيق اللي عندي رجعتها له، وقلت له الوضع 1 2 3. قال لي لا ابدا ابدا، طب بصي خدي جربي نص كيلو اهو منه برضو من نفس الكميه بتاعتي وعليا وجربيها، جايز حصل عندك حاجه، جايز حاجه في التسويه، كلام من ده. ففعلا خدته وطلعت برضو نفس النتيجه، حتى يمكن اسوأ كمان. الكيك بعد ما كان في الفرن مرتفع جدا، ببص لقيته فجأة هبط خالص. فالحمد لله رب العالمين اللي بتيجي على قد كده بنات، بس ده حاجة تعلمنا وحاجة تعرفك ان الغلط بيكون وارد مش منك انتي، ممكن يكون من المكان اللي انتي جايبه منه الخامات بتاعتك. بس انا حبيت ان انا اعرفكم، وانا زعلت اللي زعل طبعا العميلة اللي اخده مني التورتايه، وزي ما قلت لكم هي مش اول مره تاخد مني، ده هي زبونه عندي. ف طبعا يعني الموقف كان ما كنتش ان انا اتحسد على الموقف ده خالص. الحمد لله رب العالمين ان هي جت فيها. هي حبت على فكره ان هي تعرفني عشان ما يكونش الموقف مع حد اول مره يتعامل معايا، او حد يكون مش قريب ليا زيها. الديزاين بتاع التورته النهارده ديزاين يعني عملناه مع بعض قبل كده. يعني هو ده يا بنات، انا عامله هنا في حله مقاس 16 250 دقيق سبونج، تمام. وعامله حشيها طبعا بمكسرات وصوص شوكولاته وشوكولاته شيبس، وطبعا التجليس يمكن انا هنا هديت التجليس كذا مره ورجعت عملته تاني. الديزاين بتاعها ديزاين بسيط خالص وهادي كده ورقيق، هتشوفوه دلوقتي معانا. وهنا طبعا بعد ما دخلتها التلاجة شوية خرجتها تاني عشان اعمل لها الروزيتات. طبعا ده التب بتاع الاكليريك، انا بحب اعمل بيه روزيتات بتكون كبيرة كده، بتدي شكل حلو اوي وشيك اوي للتورته.
بغض النظر عن ان التورتايه طبعا كان الكيك بتاعها مش ألذ حاجه ومش الطف حاجه، الحمد لله رب العالمين عدت على خير. بس يا بنات انا حبيت ان انا اعرفكم بس نقطه مهمه، هي بالنسبه ان الاعتراف بالحق فضيله يعني. فانا معترفه ان انا غلطانه، مع ان والله هي مش غلطتي. وبس انا في الحقيقة لما جربت الدقيق مرة ورجعت بقية الكمية، هو قال لي لازم تجربيه فانيليا جايز عشان الكاكاو. فقلت خلاص ماشي، برضو ما حرمتش لما جربت الفانيليا، بس انا ما اشتغلتش بيها وما خرجتش بيها اوردرات. اما جربتها ولقيتها برضو نفس النظام وهبطت معايا بعد ما عليت في الفرن، انا ما اشتغلتش بيها خالص. انا اكتفيت ان انا خدتها وريتها له المحل ووريت له شكلها عامل ازاي وقد ايه مفتفته، وفي نفس الوقت اخدتها واخدتها ليا للبيت. تمام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انا دلوقتي اتعلمت بقى ان انا لما بجيب اي دقيق اخد منه ربع كيلو، اخبزه 250 جرام، اخبزه واجربه الاول. تمام. طبعا يا بنات هنا برضو عايزة اقول لكم على حاجة مهمة قوي، ان انت لازم اي حاجة اعملها تيست ليكي للبيت، يعني تجربة ليكي انت للبيت، تدوقيها تجربي الطعم، هل طعمها حلو، هل طعمها مش كويس، وهكذا. يعني جربي هيبقى احسن كتير يعني. ده انا اتعلمت ده. تاني حاجة بالنسبة لدقيق الاسبونج، لما نيجي نستخدمه احنا يا بنات بنفضيه في اي حاجة عندك، تكون علبة اي حاجة يعني، علبة كبيرة بغطا محكم، مثلا جردل من اللي هو بتاع الصوصات الكبير ده، اي حاجة من دي تفضي فيه الدقيق وسبيه مقفول كويس جدا وارفعيه من على الارض. اهم حاجة تبعديه عن الرطوبة وعن السخونة، عن الحاجتين دول، الرطوبة والسخونة، عشان تحتفظي بيه يكون كويس ويفضل معاكي مدة طويلة. طبعا الفيديو بتاع النهاردة كله كان على التورتيه بتاعتنا اللي قدامنا، وعلى الموقف اللي حصل لي فيه ان انا لا احسد عليه خالص. تمام. والديزاين بتاعها ديزاين بسيط جدا وسهل خالص، ومستخدمه النهارده صوص شوكولاته مش نوتيلا خالص. انا عملت صوص شوكولاته، بحط 200 جرام من الشوكولاته الفيينا. يعني طريقة عمله سهلة، نص كوباية مية وبحط عليها معلقتين شانتيه، بقلبهم كويس جدا، برفعهم على النار. اول ما يدوبوا بنزل ب 200 جرام من شوكولاتة فيينا. اول ما يدوبوا مع بعض ويقوموا يغلوا بنزل عليهم بمعلقة من زيت الطعام طبعا الحلو، عشان يديني لمعة لجناش الشوكولاتة. دي طريقة جناش الشوكولاتة يا بنات. تزيينها كانت هي حبيبتي طالبة ديزاين سهل وعايزة ديزاين هادي جدا، حاجة سيمبل كده وهادية زي ما انتوا شايفين كده شوكولاتة. فاقترحت عليها ان انا اعمل لها الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحمد لله يعني هو الشكل كان كويس، بس الحمد لله ان جت على قد كده. انا زعلت لزعلها، لكن في نفس الوقت بقيت مبسوطة ان هي نصحتني وارشدتني على حاجة عندي مش مظبوطة. انا ما بزعلش ابدا من التعليق السلبي خالص مطلقا خالص، انا بالعكس بحبه، عشان ده بيخليني ان انا اقدم حاجة جديدة. اتمنى ان كلامي النهاردة يكون عجبكم والفيديو بتاعي يكون برضو عجبكم، واتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة. بغض النظر عن الكيك، قولوا رأيكم ايه في الفينش بتاع الكيك بتاعنا النهاردة. ده كان فيديو بمنتهى كده اختصار. يا ريت يا ريت تقولوا لي رايكم في الكلام بتاع النهارده، واللي اي سؤال او استفسار يبعت لي في الكومنتات، يكتب لي في الكومنتات، او يبعت لي على الجروب بتاعي على الفيسبوك او على صفحتي. الجروب بتاعي اسمه هبه زدان بالعربي. واقول لكم مع السلامه وفي رعايه الله، وانتظروا